المدام داليدا طلعت حامل يا مدام تغريد. حامل؟ ايوه حامل. تمام. وقفلت معاها وجن جنونها. طلعتي حامل يا قدرتي طبعا تربطيه جنبك وبيكي، بس انا هكونلك زي اللقمة في الزور. وكانت عمالة تفكر الطفل ده لازم ما يكونش موجود، وانا هعمل ده وهقهر قلبك يا داليدا على قد ما اقدر. وكان الشر باين على ملامح وشها، قربت منها نيرة. كنتي بتعملي حاجة ولا ايه؟ بصت لها وسرحت شوية وما كانتش عارفة تقولها ولا لا. ايه يا خالته، في حاجة ولا ايه؟ لا يا نيرة مفيش حاجة، مكالمة عادية. وبعدين بتسألي ليه؟ يعني هو أنا المفروض أقولك بكلم مين وما بكلمش مين ولا إيه؟ لا أكيد مش كده، بس شكلك كان بيدل إن المكالمة دي وراها حاجة. المشكلة إني عارفاكي كويس. عارفة إيه؟ مفيش حاجة يا نيرة. أكيد لو في حاجة أول واحدة هتعرفي انتي، مش انتي شريكتي في الشر ولا إيه؟ نيرة بصت لها باستغراب وهي حاسة ان وراها حاجة او بتخطط لحاجة. تمام يا خالته اللي انت شايفاه. وراحت مشيت من قدامها وتغريد سرحت. انت بقيتي عاطفية والعاطفة مسيطرة عليكي يا نيرة، وبقيتي ما ينفعش اي حاجة تعرفيها من ساعة ما بقيتي حامل وانت غريبة قوي. ونيرة كانت عايزة تعرف تغريد بتخطط لايه. كفاية بقى يا خالته، ايه مش بتتعبي من كتر التخطيط ده؟ ويا ترى ناوية على ايه تاني؟ والمرة دي في مين؟ وخططت تغريد لخطة كويسة عشان تقدر تخلص من طفل داليدا وليل. وضحكت بشر كبير قوي، ومر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعادي من غير أي أحداث تانية. وتاني يوم كانت داليدا بتوصل ليل لحد باب العربية. ليه يا حبيبتي تتعبي نفسك بس وتخرجيني؟ مين قال كده إني بتعب نفسي يا ليل؟ حط إيده على بطنها. لازم تخلي بالك من طفلنا يا داليدا وترتاحي خالص، وكمان تاكلي كويس. حاضر يا حبيبي، بس انت كده تؤمر وانا انفذ. وراحت بسته من خده. وبعدين انا والطفل هنكون كويسين عشان انت اللي بتحمينا يا ليلو. وهفضل اعمل ده على قد ما اقدر يا حبيبتي، ربنا يخليكم ليا. يا رب يا حبيبي. يلا علشان ما تتاخرش يا ليل، وراك شغل كتير يا استاذ. مش عايزين دلع خالص ولا ايه؟ ضحك. عندك حق. وراح ركب العربيه وهي وقفت تبص عليه بكل حب، وراح خد بعضه ومشي وهو مبسوط. وهي ضحكت وراحت دخلت على جوه. وقدام الفيلا حد شاف ليل وهو خارج، وراح رن على تغريد، واللي كان راجل من رجال التغريد. وتغريد ترد عليه. الو. الاستاذ ليل لسه خارج اهو دلوقتي، ومراته لوحدها وتقريبا معاها خدامه واحده كبيره كده. اه تمام. طب يلا خلص مامتك من غير ولا غلطة، ماشي؟ امرك بس كده. اللي انت عايزاه يحصل حالا نعتبريه حصل. خلص شغلك وطمني وعرفني عملت ايه. حاضر. وراح قفل معاها وهي ضحكت ضحكة كلها غل وحقد وشر. وراح نزل الراجل من عربيته ونزل معاه 2 كمان وقربوا من حارس الفيلا. كنا عايزين نعرف نروح فيلا 104 ازاي. بدأ يشرح له. الراجل التاني طلع حاجة زي البخاخ ورشه في وش الحارس. فقد الوعي وراح حطوه على جنب. وراح واحد منهم وقع حاجة بصوت عالي بقصد. وفي الفيلا من جوه سميحة ودليدا بصوا لبعض. ايه الصوت ده يا دادا؟ مش عارفة، حاجة وقعت تقريبا. بس من ايه وفين؟ بره. طب خليكي هنا وانا هطلع اشوف في ايه يا داليدا. لا طبعا هاجي معاكي اشوف في ايه يا دادا. لا يا داليدا خليكي انت هنا ماشي. خرجت سميحة وهي بتبص في ايه، وراح جه واحد من ورا سميحة وحط منديل مخدر عليها. وكانت عمالة تفرك ما بين ايديهم، وكانت عايزة تنطق وتخلي داليدا تهرب، لكن هو كان كاتم نفسها من هي تتكلم. فضلت تفرك في ايديهم لحد ما لقيت نفسها بدأت تدوخ وفقدت الوعي، وراح رماها على الارض. داليدا استغربت تأخير سميحة بالشكل ده، وراحت قربت ولسه هتخرج من الباب شافت ناس وسامحها مرميه على الارض. تتصدم، وقبل ما يقربوا من الباب كانت قفلت الباب بسرعه. ايه ده؟ مين دول؟ فين تليفوني؟ ليه لازم اكلمه؟ وكانت مش عارفه تعمل ايه. وقربوا الرجاله من الباب وبداوا يحاولوا يكسروا الباب، وهي كانت مخضوضه وحطت ايديها على بطنها بخوف. يا رب احميني انا واللي في بطني. وبدات تجري في الفيلا وهي متوتره وضربه لخمه وبتدور على تليفونها. تليفوني حطيته فين؟ مش وقته خالص. اهدي يا داليدا وبلاش تخافي. وكمان صوت تكسير الباب موترها اكتر ومخليها ضربه لخمه بشكل كبير. وراحت لقيت التليفون. مسكت التليفون وهي ايديها عماله تترعش، وطلعت رقم ليل. ولسه بترن لقيت الباب اتكسر ودخلوا الرجاله. دست على الرقم وترن، وراح وقع التليفون منها على الارض. وليل كان لسه واصل الشركه حالا وقرب منه علاء. الحمد لله على سلامتك يا استاذ. الله يسلمك يا اخويا. سمع صوت التليفون بيرن. ثانيه يا علاء اشوف مين بيتصل. تمام يا سيدي. ايوه بقى الحب. وراح بس ولقى رقم داليدا وراح رد. الو يا حبيبتي. استغرب. الو. علاء بصله. في ايه يا ليل؟ ونرجع عند داليدا تبلع ريقها بخوف. انتوا مين وعايزين مني ايه؟ عايزين روح طفلك يا شاطره. تتصدم. ايه طفلي؟ طفلك مطلوب مننا روح اللي في بطنك ده. سمع الكلام ده ليل واتصدم وقف مكانه متنح. ليل في ايه؟ داليدا فيها حاجه ولا ايه؟ داليدا في خطر يا علاء، هي واللي في بطنها. ايه ازاي؟ طب يلا بينا بسرعه نروح لها يا ليل. يلا. خرجوا جري بسرعه من الشركه وراحوا ركبوا العربيه. وليل كان سايق زي المجنون. وعند داليدا بصت لهم وراحت لقيت جنبها فازه، راحت حدفت الفازه دي عليهم وطلعت تجري على فوق وراحوا يجروا وراها. وداليدا كانت مرعوبه مش على نفسها على قد ما هي مرعوبه على طفلها. يا رب ساعدني واسترها معايا، مش عارفه هعمل ايه، خليك معايا يا رب. وكانوا عمالين يجروا وراها. لازم تمسكوها، ما ينفعش تعدي من وسطكم كده، فاهمين؟ حاضر. راحت دخلت اوضه، وقبل ما يقربوا من الاوضه دي راحت دخلت وقفت عليها بسرعه ورزعوا على الباب. مفيش هروب مننا، احسن لك افتح الباب ده، في كل الاحوال ابنك هناخد روحه. بصت في الاوضه ولقيت ان الاوضه دي اوضه دادا سميحه. راحت بصت على تليفون سميحه ولقيت التليفون وراحت رنت على ليل اللي فتح. الو يا دادا، في ايه اللي بيحصل عندكم؟ ليل انا داليدا. داليدا في ايه؟ طمنيني يا حبيبتي، ايه اللي بيحصل؟ معرفش، ناس جايه وعايزين يسقطوني يا ليل. ارجوك تعالى، انا خايفه قوي، انا مش عايزه اخسر الطفل.
انا في الطريق يا حبيبتي هجيلك، مش هيحصل حاجه فيكي ولا في الطفل يا دليده. طب انت فين دلوقتي؟ جريت منهم ولقيت اوضه قدامي دخلت فيها وكانت اوضه داتا سميحه وقفلت على نفسي. خليكي فيها واوعي تطلعي منها يا دليده. بيكسروا الباب يا ليل وحاسه الباب خلاص قرب يتكسر. ليل هو هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه ان شاء الله، اهدي بس واطمني مفيش حاجه هتحصل. حاضر ربنا يسترها. داتا سميحه مرميه بره فاقده الوعي معرفش فيها ايه. جن جنون ليل وهو مرعوب عليهم هما الاتنين والباب عمال يتكسر. انا هفضل معاك على الخط يا دليده. استعجل يا ليل، انا بعمل كل اللي في ايدي اعمله صدقني، بس مش قادره، خايفه اول مره خايف، بس خوفي مش على نفسي، خوفي على اللي في بطني يا ليل. الطفل شجاع زيكم مش هيستسلم وانتوا الاتنين هتكونوا بخير يا رب. وكانوا بيكسروا الباب اكتر وراحوا كسروا الباب. ليل الحقني وصرخت. دليده في ايه؟ قربوا منها. وانت فاكره نفسك هتقدري تهربي مننا يا حلوه؟ قلنا لك انك خلاص وقعت بين ايدينا، يعني هنعمل مهمتنا. بصت حواليها وقرب واحد منهم وهو معاه عصايه كبيره، ولما شافت شكل العصايه اتقبض قلبها قوي. لا ارجوكم اوعوا تعملوا فيا حاجه، انا مستعده اديلكم الفلوس اللي انتوا عايزينها. طب بصوا خدتوا كام علشان تخلصوا من اللي في بطني؟ مستعده اديلكم 5 اضعاف اللي خدتوه. بصوا الرجاله لبعض. انا بتكلم بجد والله، بس سيبوني انا واللي في بطني، محدش فيكم يقرب مني. وكان ليل طاير باقصى سرعه ما عنده عشان يلحق يجيلها ويحميها، وكانوا خايفين قوي عليها ليل وعلاء. ونرجع الفيلا مره تانية. مسكوا دليده 2 رجاله. لا سيبوني حرام عليكم، انا عملت لكم ايه؟ ابعدوا عني. والتالت كان ماسك عصايه ورفع العصايه. ابوس ايدك ورجلك اوعى تعمل كده، سيبوني مش هبلغ عنكم والله العظيم، بس محدش يجي جنبي انا واللي في بطني ارجوكم. وكانت عماله تعيط زي الطفله الصغيره وهي خايفه قوي مش عارفه تعمل ايه. وقبل ما ينزل بالعصايه عليها سمعوا صوت ضرب نار. كلهم اتصدموا حتى ليل اللي كان سامع المكالمه. ايه صوت ضرب النار ده؟ دليده في ايه؟ دليده انت كويسه؟ اتكلمي يا دليده طمنيني. دليده بصت على اللي قدامها بصدمه واللي كانت ضربت الطلقه في الهوا. نيره ابعدوا عنها، سيبوها والله الطلقه اللي جايه هتكون في دماغكم كلكم. ليل لما سمع اسم نيره اتصدم وسمع صوتها وكان مش مصدق انها راحت تنقذ دليده. الرجاله سابوا دليده وراحت دليده قربت من نيره ووقفت معاها. انتوا قدامنا يلا. بدأوا يمشوا الرجاله قدامهم وكانت نيره موجهه السلاح عليهم. وراح واحد من الرجاله لف مره واحده وطار السلاح من ايد نيره وقع على السلاح على الارض وراح شد نيره. ما هو انت حامل انت كمان، خلاص نسيبنا منها وننزل اللي بطنك انت. نيره تصدم. ابعد عني يا حيوان، انت مش مصلحتك تاذيني او حتى تاذيها. راحت دليده توطي بسرعه وخدت السلاح وجهته على الراجل. سيبها واوعى تقرب منها. لا والله واحنا المفروض نخاف منكم؟ لو مش خايف مننا خاف من اللي في ايدينا. وانتوا فاكرين مثلا هتعرفوا تسيبوا حد مثلا؟ دي ايه اداه مكياج دي حاجه كبيره عليكم. تجرب. وراحت ضربت دليده ضرقه في رجل الراجل وراح صرخ. شفت بقى؟ وراحت شدت منه نيره. دي حاجه بسيطه، المره الجايه هتكون في قلبك بقى نفوخك انت وحظك. بصوا لهم بصدمه وكانوا الرجاله خافوا منهم. قدامنا نزلوا على تحت ودليده راحت جابت حبل كبير وراحت بدات تربط فيهم ونيره كانت بتساعدها وربطوا الرجاله كلهم. خليكي معاهم انت يا نيره، انا لازم اطلع اشوف دادا سميحه. وراحت خرجت بسرعه وبدات تفوق في سميحه. دادا فوقي، دادا ارجوكي، فيكي حاجه ولا ايه؟ بصت على التنفس لقيت التنفس طبيعي وفضلت تفوق فيها لحد ما فتحت عينيها. دادا انت كويسه؟ اه كويسه. انت كويسه؟ وايه اللي حصل يا بنتي بس؟ تعالي طيب يا دادا ندخل جوه. وراحت قامت ودخلت معاها واتصدمت من اللي معمول في الرجاله وكمان وجود نيره هنا. نيره بتعمل ايه هنا؟ نيره جت وساعدتني يا دادا، لولا اللي عملته نيره كان زمانهم اكيد ناوي حياه طفلي، جايين عايزين ينزلوا طفلي. اتصدمت. ايه؟ ايوه. سميحه حضنت دليده. انت كويسه؟ الحمد لله كويسه مفيش حاجه، نيره ساعدتني قبل ما يعملوا فيا اي حاجه. الحمد لله. وصل ليل في الوقت دوت وراح قرب ودخل منها واول ما شاف دليده جري عليها وحضنها. حبيبتي انت كويسه؟ وحضن وشها بكل حب وخوف. في حاجه حصلت فيكي؟ لا يا حبيبي انا كويسه ما تخافش زي الفل اهو. بجد؟ اه بجد. راح شدها في حضنه. خفت عليكي قوي وحط ايده على بطنها. الطفل كويس؟ الحمد لله، نيره ساعدتني طبعا كتر خيرها انقذت حياتي انا واللي في بطني. نيره كانت عماله تبص على حب ليل لدليده وخوفه عليها وعلى اللي بطنها وقد ايه حنين على دليده. بعد ليل عن دليده وقرب من سميحه وراح حضنها. انت كويسه يا دادا؟ اه يا حبيبي انا كويسه الحمد لله مفيش حاجه ما تخافش. الحمد لله، خفت عليكم قوي وكل حاجه كانت سودة قدامي من كتر الخوف عليكم. لا الحمد لله كويسه اهو. الحمد لله دليده واللي في بطنها هم كمان كويسين الحمد لله. وراح قرب من نيره وراح مسك ايديها وطبطب على ايديها. شكرا يا نيره علشان اللي عملتيه مع دليده وانك حميتي دليده واللي في بطنها، حقيقي مش عارف اقول لك ايه. ولا اي حاجه يا ليله، عملت لاي حد يعمله، وانا لو كنت مكان دليده كنت متاكده دليده هتيجي تحمي طفلي بكل ما فيها. مبسوط من التغيرات اللي حصلت فيك يا نيره، حقيقتي بقيتي حد نضيف قوي ودي حاجه جميله قوي. يمكن اكون بدات افوق او متاخر لكن مش عارفه اللي جاي هعمل فيه ايه، وهل هفوق في كل حاجه ولا شر التغريد هيقدر يسيطر عليا مره تانية. اقعدي مع نفسك وشوفي انت فيكي خير احسن ولا شر احسن. متاكد لما تحسبي كل حاجه لوقتها هتلاقي نفسك بتعملي كل الخير وماشيه في طريق الخير وبس. وبص الليل للرجاله وقرب منهم وراح نزل بالقلم كذا مره على وشهم. يا كلاب. وقرب منه علاء ومسك ليل. اهدى يا ليل. اهدى ايه؟ ازاي يعملوا كده؟ ازاي؟ استنى بس يا ليل خلينا نفهم. ونرجع عند تغريد. رن تليفونها من رقم الراجل ده. الو، عملت ايه؟ كل ده هناك؟ عملنا مهمتنا وتقدري تقري الفاتحه على روح الطفل.